كان هنالك اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع نظيره التونسي الرئيس قيس سعيد، تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. في النهاية البيان تاع رئاسة الجمهورية صحيح هو فيه تعابير رسمية أنه هنالك تبادل للاتصال وبصح أيضا علاقات صلبة، هذا تأكيد على أن العلاقات ما تزال صلبة لا تنكسر. يا من تريدون أن تنكسر هذه العلاقات في أقرب وقت ستنتظرون طويلا، لأن العلاقة مع الشعب التونسي قبل نظام الحكم الدولة التونسية علاقة قوية ومتينة. الغريب أنه كان عندنا ساقية سيدي يوسف ذكرى مزدوجة اختلط فيها الدم التونسي مع الجزائري. البعض لا ينتبه للتاريخ، يتجاوز التاريخ. المسألة العلاقة دم، يعني علاقة دم، علاقة تاريخ، علاقة أخوة بين بلدين، بين شعبين، بين رئيسين. في نهاية المطاف هنالك نفط للسموم ومحاولة لزرع الفتن. كاين حادثة وستتكرر الحوادث، وربما يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر في القضايا في التناول، ولكن ليس هنالك خلاف. والجزائر تدرك تماما أهمية تونس، وتونس تدرك أهمية الجزائر. فقط وسائل الإعلام أيضا يجب أن تلعب دورا في أن تعطي الحقيقة بدلا من أن تلعب على العواطف وتدغدغ بعض المشاعر وتنفذ في بعض الخلافات الوهمية. فبين رئاسة الجمهورية اليوم اتصال هاتفي، ولكنه جاء للتأكيد على أن العلاقات صلبة بين البلدين.